استوعبه. لن تكون هناك رابعة. الحلقة الأولى. في مطلع ثمانينيات القرن الماضي باسم الصحوة الدينية وقعت انحرافات كثيرة، وتجرأ كثيرون على الإفتاء بدون علم. وفي الأحياء الفقيرة، تلك التي غالبا ما تكون في هوامش المدن الكبرى، تفاقمت المشاكل الاجتماعية. كثرت المطلقات اللواتي لم تكن لديهن وثائق تثبت الزواج، وكثر أبناء تلك الزيجات غير الموثقة الذين يحرمون من حقوقهم. فتيات كثيرات صرن ضحايا تزويجهن دون سن الرشد القانوني وبالتحايل على القوانين. كثيرات هن تلك الفتيات اللواتي تم تزويجهن وتطلقهن ثم تزويجهن في حلقة مغلقة من المعاناة. الذين كانوا يقومون بذلك ينطلقون من فهم للنصوص القرآنية خاص بهم، يؤولونها وفق ما يخدم مصالحهم الخاصة ونزواتهم. في أحد الأحياء الهامشية بالعرائش كان يعيش عبد الله الحامي، كانوا يدعونه الشيخ عبد الله، وقد اكتسب الرجل الذي كان قد استهل العقد السابع من عمره شعبية واسعة في حيه وفي الأحياء المجاورة، إذ كان يلقي دروسا في المسجد. ومع مرور السنين صار له أتباع كثيرون، وكان معروفا بأنه رجل مزواج، لا تقل النساء اللواتي في ذمته عن 4، يستبدل في كل مرة الواحدة بأخرى أكثر شبابا وجمالا. في صيف العام 2005 كان الشيخ عبد الله في جملة المدعوين لحضور حفل تسليم الجوائز للتلاميذ الذين تفوقوا في امتحانات البكالوريا، وقد حضر الحفل كبار المسؤولين في إقليم العرائش. كانت بين الفائزين فتاة اسمها وفاء الخباز، وكانت قد حصلت على المعدل الأعلى في البكالوريا على مستوى الإقليم. كانت في 17 من العمر، وكانت ذات حسن وجمال. ارتقت الفتاة المنصة وألقت كلمة شكر باسم الفائزين. لحظتها أثارت انتباه الشيخ عبد الله الحامي، أعجبته، تركزت عليها كل اهتماماته. ثم لما نزلت وفاء من المنصة على إيقاع التصفيق، مال الشيخ جهة أحد أتباعه المقربين كان يجلس بجواره، وسأله أن يستفسر عن الفتاة. طلب منه أن يأتيه باسمها وعنوان عائلتها. فهم التابع أن شيخه عازم على إضافة تلك المراهقة إلى زوجاته الثلاث، إذ كان قد تخلص منذ فترة قريبة من الرابعة. انتهى الحفل وانفض الجمع. في ذلك اليوم بعد صلاة العشاء توصل الشيخ عبد الله بكل المعلومات التي كان ينتظرها عن الفتاة، تلك التي ألهبت كل غرائزه وشغلت كل اهتمامه. قال له إن وفاء الخباز هي بنت بوجمع الخباز الفلاح الفقير الذي يتردد على المسجد. علم الشيخ أن الرجل من المواظبين على الصلاة، وأنه في حكم أتباعه الكثيرين. استبشر خيرا. قال لتابعه إنه يريد خطبة الفتاة لنفسه. تظاهر التابع بأنه تلقى سرا من الشيخ، فهلل وكبر وقال إنه لها. كانت وفاء كبرى شقيقاتها الست، إذ لم يكن بوجمع الخباز قد رزق ولدا، وكان يعمل بجد في مزرعته الصغيرة ليوفر لبناته كل ما تحتجن إليه. وكانت وفاء وقد تفوقت في امتحانات البكالوريا تحلم بالالتحاق بالجامعة. كان طموحها أن تحصل على الشهادات الأعلى وأن تمضي في دراستها حتى النهاية، غايتها أن تخرج عائلتها من الفقر. في صبح اليوم التالي جاء تابع الشيخ عبد الله إلى بوجمع الخباز، وأبلغه بأن الشيخ يريد خطبة ابنته وفاء. مضى الفلاح الفقير فرحا إلى امرأته يزف إليها بشرى اعتزام الشيخ عبد الله الحامي خطبة بنتهما البكر وفاء، ولكنه فوجئ بها وهي تبدي معارضتها. قالت إن للشيخ نساء 3 وإنه رجل مزواج، ثم إن وفاء لا ترغب في الزواج الآن بل تريد إتمام مسارها الدراسي. أضافت أن الشيخ رجل مزواج، ثم إن فارق السن كبير بين وفاء ذات 17 ربيعا والشيخ الذي يحمل على كاهله 62 حولا. بعد تردد حاول بوجمع الخباز إقناع ابنته التي ردت بأن ما يعرضه عليها يعني الانتحار
أو الإعدام. صار والد وفاء في موقف حرج إزاء شيخه عبد الله الحامي، ولكنه لم يجد من خيار غير إبلاغ الشيخ وعن طريق تابعه الأقرب بأن ابنته رفضت الزواج من الشيخ وأنها تريد إتمام دراستها. في تلك الليلة بعد صلاة العشاء جمع الشيخ رجاله الذين يعتمد عليهم في إنجاز المهام الصعبة. لم يكن له أن يقبل بسهولة أن يرفض له طلب، وخاصة من بنت ذلك الفلاح البسيط. وقد انفض الاجتماع بالاتفاق على زيادة الضغط على بوجمع الخباز حتى تلين ابنته. وقد وسوس أحدهم لبوجمعة بأن يهددها بالسخط عليها إن هي لم توافق أن تتزوج الشيخ عبد الله. وكان الضغط الذي يتعرض له بوجمعة من قبل زبانية الشيخ الحامي ينعكس ضغطا منه على زوجته وعبرها على وفاء. كان أتباع الشيخ يهددون بوجمعة بأنهم سيجعلونه معزولا بين ناس الحي. بعد أيام لم تعد وفاء تستطيع تحمل كل ذلك التوتر الذي يخيم على المنزل. كانت لها صديقة تكبرها بعام وكانت طالبة في كلية الحقوق. اتصلت بها ذات يوم وعرضت عليها مأساتها والضغوط التي تتعرض لها هي وأسرتها من قبل الشيخ عبد الله الحامي لحملها على القبول بالزواج منها. كانت نصيحة صديقتها إليها أن تعلن قبولها بالزواج من الشيخ، لكن وفق شرط أساسي: أن يكون الزواج موثقا من قبل عدلين، وأن يكون ممهورا بموافقة قاضي الأسرة. علمت من صديقتها أن القانون منذ العام 2003 لم يعد يسمح بتعدد الزوجات إلا بعد إخطار الزوجة الأولى، بيد أن للشيخ عبد الله 3 زوجات ويريد أن يتخذ وفاء زوجة رابعة. رأت صديقة وفاء أن طرح ذلك الشرط الأساسي ربما أثنى الشيخ عبد الله عما يريد وكبح جماح نزوته. أبلغت وفاء والدها بأنها تقبل بالزواج من الشيخ، لكنها ترغب قبل ذلك في مقابلته في منزل الأسرة. طلبت من والدها ألا يتدخل في الحوار الذي سيجري بينهما. أسرع بوجمع الخطى إلى المسجد، وقف بباب الجناح الذي يسكنه الشيخ الحامي وزوجاته 3. خرج إليه التابع الذي يلازم الشيخ. نقل إليه بوجمع البشارة وأيضا شرط وفاء. بعد انتظار لم يكن طويلا أدخل بوجمع على الشيخ الذي رد بأنه سيحضر في الغد بعد العصر ليقابل وفاء. تزينت الفتاة وتعطرت وتعمدت أن ترتدي من الملابس ما يشي بملامح من مفاتنها. ثم جاء الشيخ عبد الله. لما أخذ مكانه في غرفة الضيوف دخلت وفاء. هم الشيخ بالنهوض للسلام عليها، ولكنها تحاشته واتخذت مكانا لها في زاوية مقابلة له. باشرت الحديث إليه بأنها توافق على الزواج منه إن هو قبل بشرط أساسي: أن يتم توثيق الزواج من قبل عدلين. ومع أنه فطن إلى أن الفتاة على اطلاع بما يلزم القيام به، ومع أن ذلك باغته، فإنه رد بأن الأمر ممكن التحقيق، ثم حاول أن ينتقل إلى تحديد الصداق، ولكنها تصدت له وقالت إن قيمة الصداق هي آخر ما يشغل فكرها. أردفت أن عليه أن يأتي بإذن قاضي الأسرة بعد أن يبلغ زوجاته 3 بنيته الزواج من رابعة. وقتها فقط باح الشيخ بما لم يكن يعرفه كثيرون، ومنهم والد وفاء بوجمع الخباز، وهو أن الشيخ الذي يطلب كثيرون بركاته لم يوثق سوى زواجه من امرأته الأولى، بيد أنه كان يتزوج الأخريات زواجا عرفيا يشهد عليه 2 من أتباعه. قال إنه يريد أن يتزوج وفاء بتلك الكيفية، وإنه على استعداد لقراءة الفاتحة وأن يشهد على زواجهما شاهدين. حاول الشيخ أن يقنع وفاء ولكنه لم يفلح، إذ واجهته بأن ما يريده هو من وجهة نظر القانون ضرب من الفساد، لا يضمن حقوقا للزوجة في حالة الوفاة أو عند الطلاق، ولا يؤمن حقوقا للأبناء الذين يولدون في إطار ذلك الزواج. أحس الشيخ أنه أهين، نهض وغادر دون أن يودع بوجمع الخباز الذي استشعر غضبه عليه. يومها آل بوجمع على نفسه أن يزوج وفاء للشيخ وأن يزفها إليه ولو على نعش.
غدا نكمل القصة. لن تكون هناك رابعة، الحلقة الثانية والأخيرة. كان الشيخ عبد الله الحامي معروفا في ذلك الحي الشعبي بالعرائش. لقد كان الرجل الذي تخطى 60 بعامين يلقي دروسا في الوعظ في المسجد الذي كان يتخذ من أحد أجنحته سكنا له ولنسائه الثلاث. كان رجلا استطاع أن يجمع حوله أتباعا كثيرين، وكان له تأويله الخاص لكثير من النصوص الشرعية. فتن الرجل بوفاء الخباز ابنة الفلاح البسيط بوجمعة، وقد قرر أن يجعلها زوجته الرابعة هي تلك التي أحرزت ذاك العام أعلى معدل في امتحانات البكالوريا. بعث إلى والدها واحدا من أقرب أتباعه إليه ليبلغه أن الشيخ عبد الله يريد وفاء زوجة له. فرح الرجل البسيط، وقد يكون تظاهر بالفرح إذ لا يحق له أن يبدي غير ذلك. كثيرون هم الذين يرجون القرب من الشيخ ولم يتسن لهم أن ينالوه، وها هو يأتي إليه يطرق بابه. ولكن بوجمع الخباز اصطدم بمعارضة زوجته تزويج وفاء للشيخ. قالت إنها لا ترضى أن تكون ابنتها زوجة رابعة للفقيه، ثم هناك أيضا الفارق الكبير في السن. وقد انسجم موقف الزوجة تماما مع رفض البنت الزواج من الشيخ أو من غيره، لأنها كانت ترغب في مواصلة الدراسة. ولكن الشيخ عبد الله الحامي لم يكن مستعدا للتخلي عما يطلبه، وقد سلط زبانيته على بوجمعة، ومن خلاله جعلوا أسرته تعيش الجحيم. استشارت وفاء صديقة لها كانت تدرس في كلية الحقوق. علمت منها أن كل محاولة لتزويجها بالقوة يعاقب عليها القانون، وأن على الشيخ أن يخبر زوجاته وأن يحصل على إذن القاضي. كان قصد وفاء أن تعجزه لما طرحت تلك الشروط عليه حين جاء إلى منزل الأسرة بطلب منها. حاول أن يقلل من أهمية الشرط الأساس لوفاء، وأن يختزل الأمر كله في قيمة الصداق. ولما لمس تشبث وفاء بموقفها نهض وغادر بيت الفلاح البسيط وهو لا يخفي سخطه. لم يكن قد تعود على أن يرفض له طلب. آل بوجمعة على نفسه أن يزف ابنته إلى الشيخ ولو على نعش. في اليوم التالي استقبلت وفاء صديقتها وأطلعتها على آخر تطورات، كما أخبرتها بأن والدها مصمم على تزويجها من الشيخ. أبلغتها صديقتها بأن كل اتصال يفرضه عليها الشيخ خارج ميثاق الزواج القانوني يعتبر اغتصابا يمكن التصدي له بكل وسائل الدفاع المشروع عن النفس. رسخت الفكرة في ذهن الفتاة الشابة التي فتنت الشيخ، وقد قررت أن تقاوم. كانت تعلم أن رجال الشيخ عبد الله الحامي يمارسون أشد أنواع الضغط على والدها، وقد هددوه بأن يجعلوه معزولا في الحي، هو الرجل البسيط الذي تعود أن يبادله السكان التحية وبعض الحديث. كانت تحس بأن والدها لا يمكن أن يكون ذلك السد الذي تحلم به كل فتاة ليحميها حين تشتد العواصف ويقوى الخطر. لم يكن لبوجمع الخباز من الوسائل ما يتيح له الدخول في حرب مع الشيخ عبد الله. بعد أيام في غياب وفاء تلا والدها والشيخ عبد الله الفاتحة، وقبض المهر، وتحدد موعد الزفاف. تحول بوجمعة الزوج الطيب والأب الحنون في تلك الأيام التي سبقت الزفاف إلى وحش كاسر. كانت نظراته غاضبة، وكان كلامه غاضبا. لعله سعى أن يظهر بمظهر رب الأسرة المتحكم في شؤون أسرته، والذي لا يجرؤ أي من أفراد العائلة على معارضته. في الحقيقة كان رجال الشيخ عبد الله يعيرونه بعد أن رفضت ابنته الزواج من الشيخ بأنه رجل لا شخصية له، وها هو يثبت لهم العكس، يظهر في قمة التجاوب مع مشيئة الشيخ عبد الله. كذلك سيقت وفاء إلى الشيخ بعد أن ألبست قفطانا بهيجا، ودعتها أمها بعينين دامعتين. في باب بيته كانت تقف امرأة عجوز حاولت أن تمسك بها لتعدها للشيخ الذي كان في جانب من الغرفة يصلي ركعتين، ولكنها تفلتت من المرأة. كان الشيخ قد انتهى من صلاته،
نهض مسرعا يريد الإمساك بها، ولكنها كانت تتهرب، وقد ازدادت توترا لما رأته ينزع ثيابه. ولما ضجر من تهربها جاء بحبل كان يضعه في مكان خلف الباب، أراد تكبيلها، صدته، اتخذ من الحبل صوتا وصار يضربها في أجزاء مختلفة من جسدها الغض. سقطت أرضا، حاول أن يكبلها ولكنها أسقطته على السجاد. في تلك اللحظة وهو يحاول النهوض وبطريقة ما التف الحبل حول رقبته. كانت فرصة لوفاء للتملص منها. جذبت طرفا من الحبل، شدته بقوة، رأته يحاول أن ينزعه من رقبته، ثم خارت قواه وسقط أرضا. لم تكن وفاء قد أدركت أنها قتلته. فتحت الباب فإذا المرأة العجوز واقفة هناك. حاولت أن تعيدها إلى الشيخ، ولما نظرت إلى داخل الغرفة رأته ممددا على الأرض. اقتربت منه، كانت عيناه جاحظتان وفمه مفتوحا ولا يتنفس، كان ميتا. صاحت العجوزا قد قتل الشيخ. التحق بالمكان 3 أو 4 من الشبان الملتحين، كانوا من ملازميه. لم يكن ممكنا التستر على الأمر، فالرجل له وزنه في الحي، ثم في النهاية هي جريمة قتل. تم الاتصال بالشرطة. لم يطل الانتظار إذ حضر العميد محمد بوغابة الذي تمكن من خلال جس نبض الفقيه من استنتاج وفاته. اتصل بالوكيل العام للملك وبرئيس المنطقة الأمنية، كما طلب حضور أعوان من مصلحة مسرح الجريمة للمساعدة في المعاينة والبحث. كانت وفاء منزوية في جانب من الغرفة وقد علا وجهها الذهول. كانت تبكي. كان قفطانها الموشى بخيوط ذهبية قد مزق في أكثر من مكان. لم تكن تتصور أن معركتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة ضراوة الشيخ ستؤدي إلى وفاته. لم تصدق أنها قتلته. كلف العميد أحد الأعوان باقتيادها إلى مقر المنطقة الأمنية وجعلها رهن إشارة الضابطة حليمة بوخاطر لتتلقى منها تصريحاتها الأولى. وكان العميد بوغابة قد هاتف الضابطة وطلب منها أن تعمل على الكشف عن الفتاة بحثا عن كل أثر للعنف الذي يبدو أنها تعرضت له. لما رفعت جثة الشيخ عبد الله وحملت إلى المستودع البلدي للأموات، كان خبر مقتله قد سرى في الحي كما تسري النار في الحصيدة. تدفق العشرات من أتباعه على المسجد، كانت وجوههم واجمة. وفي هامش المشهد الذي تكون حول مسكن الشيخ الملاصق للمسجد بدأ الموضوع يحتل مكانا في النقاش، فقد سرى أن الشيخ عبد الله الحامي قتل على يد إحدى زوجاته بينما كان يعنفها، وفي رواية بينما كان يضربها. دخلت على الخط إحدى الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن المرأة المعنفة، وكانت رئيستها في المنطقة محامية معروفة، وقد استطاعت أن تقنع بجمع الخباز بتوكيلها للدفاع عن ابنته التي تواجه تهمة القتل. وقد تسنى لها بفضل ذلك مقابلة وفاء التي كانت قد أكدت في تصريحاتها أنها كانت تحاول صد الشيخ عبد الله لمنعه من اغتصابها. قالت إن الشيخ سلط أتباعه على والدها ليرغمها على الزواج منها، كما أنه رفض توثيق الزواج، وحين سيقت إليه أراد اغتصابها، ولما تفلتت منه جاء بحبل كان يريد أن يكبلها به ليشبع رغبته. أكدت أنه ضربها بالحبل، وقد عاينت الضابطة حليمة بوخاطر آثار الضرب. استمع الباحثون إلى نسوة الشيخ الحامي. زوجته الأولى وحدها كانت لها وثيقة عقد الزواج، الأخريات كان يتزوجهن بقراءة الفاتحة بشهادة 2 من أتباعه. فتيات كثيرات تزوجهن بتلك الطريقة. كما تم الاستماع إلى المرأة العجوز التي أقرت بأن مهمتها منذ سنين توضيب العرائس للشيخ عبد الله قبيل الدخول بهن. كشفت العجوز عن حالات كثيرة سبقت حالة وفاء. قالت إنهن كن بنات فقراء من أتباع الشيخ، ولم يكن أي من أهلهن يجرؤ على الكلام. كان الشيخ الحامي مستحوذا على عقولهم وألبابهم.
أفضى البحث إلى إقامة الدليل على أن وفاء كانت ضحية محاولة اغتصاب، وأنها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس. لما تم تقديمها أمام قاضي التحقيق قرر أن يضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، وقبل أن يأمر بنقلها إلى السجن بحضور محاميتها أبلغها أنه قرر حبسها حماية لها من الأتباع الكثيرين للشيخ الحامي الذين قد يريدون بها سوءا. وهي في السجن زارتها منظمة للدفاع عن المرأة مقرها الرباط، أبلغتها رئيسة الوفد بأنها أعدت لها مسكنا في الحي الجامعي، وخصصت لها منحة شهرية ستتسلمها مباشرة بعد أن تلتحق بالكلية. أمضت وفاء رهن الاعتقال نحو شهرين، ثم قرر قاضي التحقيق عدم متابعتها من أجل قتل عبد الله الحامي، وأدرج النازلة في خانة الدفاع الشرعي عن